مثل ما بتعرفوا نحن صرنا باخر الشهر، واخر الشهر بتكون الجيبه صارت فاضيه، عاديك خلونا نعمل اطيب كنافه بطريقه اقتصاديه. لفرق الكنافه بدنا توست محمص، ما حدا يستغرب صدقوني بتطلع كتير طيبه. وهلا يا غالي بتقوي لي قلبك وتبلش تكسر فيه هون. هلا بنرجع بنكسر التوست كتير منيح حتى يصير عندنا بودره. هلا اكيد فيكم تستعملوا محضر طعم او خلاط، بس حلو بصراحه حرك شوي ايدي. ولازم يطلع عنا بودر بهذا الشكل، نعمته ناني قد ما فينا. بنجيب مربين من السمنه الحيوانيه، صحيح هي كنافه المقفلسين بس خلونا كمان ندلع حالنا شوي، وممكن اكيد نستبدلها بالزبده، هذا الشيء بيرجع لكم، بس الاطيب اكيد سمنه حيوانيه. اوعوا تستعملوا شي نباتي، وبناخذ ملعقتين محترمين حتى ندوبهم. بنقرب التوست المحمص وبننزل على السمنه اللي دوبناها مع قدر نص الملعقه من الموارد، وبنرجع بنقلبهم كثير منيح مع بعض، فركم كثير منيح حتى يشرب السمنه والموارد. ولازم يطلعوا بهذا الشكل. بنقرب صينية الكنافة وبننزل جواتها ملعقة سمنة ما بتنفعها، وبنرجع بنقوي قلبنا وبنمسحها للصينية. بنرجع بننزل الفرك وبنفردهم على الصينية. بننزل جبنة موزاريلا وبنكتر. هلا اكيد ممكن نستعمل عكاوة شيكي، بس من عنوان الفيديو لازم تعرفوا شو عم نعمل، وبنختمهم برشة فرك على الوجه حتى تسحب اي رطوبة زايدة من الجبنة. وهلا بنشيلهم بناخدها على البراد شغلة 10 دقايق قبل ما ناخدها على الفرن، وبنرجع بنشيلهم بناخدهم على فرن محمى مسبقا فوق وتحت درجة حرارة 200. اكيد ما بيزبط على الغاز لانه اصلا عندي انا التوست المحمص لونه اسمر، واذا تعرض للحرارة رح يحترق ومش هنعرف انه اذا تحمص ام لا. بعد ما نطلع من الفرن صار وقت الطابخ. هلا بنجيب القطر وبنسقيها. لقيت عندي بالبرد هالفستقات، خلونا ننزلهم عليهم للزينة. وبهالطريقة بتكون الكنافة صارت جاهزة عنا، وهلا كول وشكون. صدقوني كناكا قلب بضمن لكم اياها، كتير طيبة وبتعجبكم بإذن رب العالمين، بس أكيد مش حتكون هي زيت الكنافة المعروفة، الكنافة المعروفة بنحط فيها جبنة عكاوة شيكي وحتى الفارك بقلبه مكونات عطرية تانية، فديك بنحصل على ريحة أجمل بكتير ونكهة أطيب، بس حتى هيك ريحتها والله شي فاخر وبتشق القلب شاق، وغير إن نكهتها مضمونة وعلى ذوقكم.